كلكم سامعين بأبرهة. هذا الاسم هذا بمجرد ما يذكر نتذكر محاولة هدم الكعبة، ونتذكر صورة الفيل التي قص الله علينا فيها ما حصل لهم. كيف كانت النهاية ديالهم؟ نهاية شنيعة. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. فانتهت القصة ديالهم لنهاية مأساوية، وماشي غير بوحدهم، أي واحد قرب من الكعبة أو بغى يهدمها إلا وكتكون العاقبة ديالو شنيعة. إلا واحد الشخص غادي يهدم الكعبة بكل برودة وغادي يجبد الكنز ديالها اللي مدفون من تحت منها، وهذا الشيء غادي يوقع أمام مرأى ومسمع العالم، بل غادي يساندوه ويساعدوه ويصفقوا له. فوقاش غادي يوقع هذا الشيء وكيف ستدور هذه الأحداث؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. لهذا بحال ديما لو بغيتي تعرف علاش وكيفاش، ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتبع معايا مزيان. في يوم من الأيام وفي أطهر مكان على وجه الأرض في مكة المكرمة وفي بيت الله الحرام، غادي يتقدم واحد الرجل قبيح الوجه ذميم له ساقان هزيلتان لا شأن له، من رعاع القوم، يتقدم وبيده معول يتجه نحو الكعبة بخطى مهزوزة ليقف أمامه، ويرفع فأسه يهوي عليها ويبدأ في هدم الكعبة حجرا حجرا حتى يسويها بالأرض، فينبش وينبش حتى يستخرج كنزها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقيتين من الحبشة، يعني أصله من الحبشة، وذو السويقيتين كناية لشدة رقة ساقيه. مشهد حزين ومؤلم، ولكن السؤال المطروح الآن واللي كيجول في بالك وفي بالي حتى أنا: فين هم المسلمين؟ كيفاش خلاوه يدير هذا الشيء بالقبلة ديالهم بأحب مكان في قلوبنا أجمعين؟ غادي نصدمك فاش نقول لك أن الناس كانوا حاضرين، بل وكانوا مشجعين فرحانين بهذا المنكر اللي كيوقع. حتى واحد فيهم ما كينكر حتى بقلبه. وغادي تزيد تستغرب فاش تعرف ان هاد الناس اللي واقفين وكيشجعوا فيهمش رجل مسلم واحد، كلهم من شرار الخلق. انا عارفك ما قديتيش تصبر وباغي تسولني فين مشاو المسلمين. انا غادي نقول لك فين مشاو، ولكن تنفس، خذ نفس عميق. اسمع، المسلمين كلهم غادي يكونوا في هذا الوقت اموات، حتى واحد فيهم ما حي. حديث النواس بن سمعان، والحديث طويل في قصة الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج. إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. هنا غادي يبان لك أن هدم الكعبة فاش ما غاديش يبقى اسم الله يذكر، ما غاديش تبقى تسمع الله الله، لا أذان كاين، لا صلوات تقام، لا جمعات تقام، لا حج، لا عمرة، لا شيء. في ذاك الوقت الله تبارك وتعالى سيأذن لذو السويقيتين أنه يهدم الكعبة على مرأى ومسمع شرار الخلق أمام مباركتهم. وبعد هذا الهدم لن ترمم الكعبة أبدا، لأنه لا أحد أصبح يهتم بالعبادة. وفاش تهدم الكعبة لن يعود هناك وجود للبشرية، وستقوم الساعة. إن ارتباط وجود البشرية على الأرض بوجود الكعبة جعلها الله تبارك وتعالى قياما للناس في تجارتهم، في عبادتهم، في أصل وجودهم. نهار اللي ما غاديش تبقى الكعبة حتى البشر ما غاديش يبقى. وستقوم الساعة، في قيام الساعة غادي توقع أشياء تذهل منها العقول، وستخرج نار عظيمة تحشر الناس، تجمعهم، يبقوا هاربين منها وهي تبعهم حتى كتوصلهم لأرض المحشر. فنسأل الله السلامة والعافية. هادشي ما كان. وصلنا لآخر الحلقة، ما تخليوهاش عندكم، تشوف حلقة مقبلة بإذن الله. لو بغيتي نديرو شي حلقة على كيف تقوم الساعة على شرار الخلق، شنو تيوقع لهم والأحداث اللي كيمروا بها، حتى أنه يقال أن البعير الواحد كتناوب عليه قبيلة كاملة، يركب واحد وينزل واحد وهما هاربين من النار. الأمر ليس بهين. هذا اللي بغيتي نتكلم عن هذه الحلقة خليه لي في التعليقات. السلام عليكم.